السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القطايف. بجد خساره ان انت تشتريها بره باي سعر، لان هي شويه دقيق وميه هتعمليها. كمان مش هتعمليها يدوي، ده في الخلاط وهتفرميهم. هتبقى تحفه جدا زي ما انت شايفاها. بصي طريه جدا. وكمان ميزه فيها ان هي بتتلزق بسرعة جدا يعني. لما تيجي تحطيها في الزيت استحالة تفك معاكي، واستحالة اي حشوة تحشيها بيها استحالة ان هي تخرج. شايفين الزيت صافي جدا ما شاء الله، بجد تحفة. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. عندي شوية دي زي ما قلت لكم مع مية، مع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية عادي. معلقة صغيرة عشان برضو ما نكترش الخميرة فيها، مع معلقة من اللبن البودر. وهقول لكم ليه. مع معلقه صغيره من من السكر، ما بيتحطلهاش ملح. يبقى سكر ولبن بودر وخميره فوريه، بس مش اكتر من كده. عشان القطايف تنجح معاكي 3 خطوات، يعني تاخدي بالك منهم كويس جدا. ان هي اول حاجه الخميره ما تبقاش كتيره فيها عشان ما تفرش منك وهتبقى مش حلوه خالص. هنحط بقى، نجيب الخلاط كده زي ما قلت لكم. هو انت تقدري ان انت تعمليها بالمضرب اليدوي عادي، وممكن ان انت اسهل يعني ان انت تضربيها في الخلاط، عشان لما تضربيها في الخلاط هيبقى قوامها ناعم جدا. هحط بقى كوبايه ونص من الدقيق الابيض العادي، مع معلقه السكر، مع معلقه الخميره، مع معلقه اللبن البودر، مع ربع كوبايه ميه كمان، يعني كده كوبايه وربع من الميه. طبعا بيختلف نوعية الدقيق من نوع لتاني. ممكن تحتاج تاني ربع كوباية مية تاني، يعني من كوباية وربع مية لكوباية ونص. انا عايزة قوامها يبقى خفيف شوية. شايفين ناعمة جدا وما شاء الله، ومكوناتها سهلة جدا. هنفرمهم كويس جدا في خلاط، ونجيب بقى شفشق. الافضل ان هو يكون شفشق زي ما انتم شايفين كده، يكون ببوز صغير، عشان لما اجي احط يعني احطه على الطاسه كده تتعمل بكل سهوله. وهسيبهم نص ساعه، يعني نص ساعه كده لحد ما تخمر معايا، عشان ما تبقاش معجنه وانت بتعمليها. جربتي واحده ولا حاجه ولقيتيها معجنه معاكي او مش كويسه، هيبقى هو لازم تخمر تاني. لازم الحاجه اللي انت هتعمليها فيها وهتسويها فيها لازم تبقى تيفال او سيراميك، اي حاجه ما بتلزقش فيها، يعني ما ينفعش طاسه ألمونيا. دي اول حاجه. تاني حاجه هتمسحيها برشه مسحه زيت خفيفه جدا اول مره بس، يعني بعد كده مش هتعمليها الا هي اول مره واحده بس. اول مره هتطلع لك بلون ضعيف شويه، بعد كده هتلاقيها معاكي اديتلك اللون اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. بصي هتطلع دلوقتي فقاعات كده من كل ناحيه، كده بتستوي. بمجرد ما يختفي اللون الابيض اللي من فوق هتروحي عيناها تبقى كده خلصت خلاص اهي. كده خلاص بقت زي الفل. لسه بتحطي تحطيها كده ولازقه من تحت، يبقى لسه. مجرد ما تحطيها وتخلع معاكي يبقى كده خلاص استوت. شايفين ما شاء الله. اللبن البودر هو اللي بيديله اللون الحلو جدا اللي بيبقى من تحت. ممكن تحطي برضو من نص معلقه المعلقه عادي، مش هتضرها خالص، هتديها اللون الجميل ده. لكن زي ما قلت لكم معلقه صغيره من الخميره بس، مش اكتر من كده، ومعلقه صغيره برضو من السكر. الطاسه لما تيجي هتحطي فيها، او الجريل اللي انت هتسوي فيها، لازم يبقى سخن قبل ما تحطي العجينه. شايفين اهو. تاني حاجه بنطلعه على قماشه فوطه او اي حاجه قماشه تكون قطن كده، بتطلعي عليها عشان تبقى طريه وجميله. ما شاء الله تحفه. بنستنى بقى لما تهدى كده، وتروحي تبداي ان انت تحشيها وتقليها في زيت سخن. واهم حاجه تطلع من الزيت تروحي حطها في الشربات البارد، يعني تبقى هي سخنه والشربات يكون بارد، هتبقى مقرمشه وقلبها طري وجميل جدا ما شاء الله. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. شايفين بتلزق بكل سهوله بشكل يعني احلى من اللي بره.
جميلة جدا، يا ريت تجربوها، مش هتكلفكم اي حاجة خالص ولا لبن ولا اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، علشان ان شاء الله هنزل لكم برضو الفيديوهات تانية خاصة برمضان بمشيئة الله. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.